شوفوا، أنا حابة أنطي نصيحة بسيطة لكل البنات اللي موجودين باللايف. أوكي، أنا أعتبركم مثل خواتي، فتقبلوا هاي النصيحة مني. لو شي يصير بينك وبين زوجك، لا تحكي بالمش منيح على زوجك قدام ولادك. لو شي يصير، حتى لو كان هو فعلا إنسان مش مليح، قدام الأطفال لا تحكي هذا الشيء، لأن بس يكبروا راح انت قاعد تحط بقلبهم الحقد على أبوهم، وهذا الشيء يسبب لهم عقد نفسية. فلو شيء يصير لا تحكي مش مليح بينك وبينه. الأطفال على حد، لا تدخليهم بالموضوع. أكيد. لو شيء يصير من خلاف، وحتى إذا أنتم متزوجين ومش متطلقين ويصير مشاكل بيناتكم خناقة، خليكم مثلا بالأوضة لحالكم، لا تتخانقوا قدام الأطفال. أنتم ما تعرفوا الأطفال بس يكبروا ما بينسوا. الطفل إحنا بنقول يكبر وينسى، لا، الطفل ما بينسى، الطفل بيتذكر. أنا بتذكر شغلات صارت معي وأنا كثير صغيرة. فلا تتخانقوا قدام الأطفال، لا تسيء قدام حتى هذا النصيحة للرجال هم، مش بس للنساء. لا تسيء للأم قدام أطفالها، حتى لو عملت شيء غلط جيبها على جنب واحكي معها. قدام الأطفال لا. احترامكم لازم يكون متوازن، متبادل، يعني متبادل. أمام الأطفال. ايه، يعني مثل ما تحترمه لازم هو كمان يحترمها وما يشتمها قدام أطفالها. أكيد. يا والله يا رويدة أنت، يا والله أنا نقول لك بالك بزاف على جايزة من يتفرجوا عليك. حي لو كنت تنسى والله غير اختفت. ايه، انا ما بنسى. شوف انا ما اصف بس المرأة، الرجال كمان، يعني الاثنين. إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنت مشي راكي تصحي في يوم وغدوة تتزوجي تدوري على الراجل رويدة. لا لا والله، شوف، اذا مثل ما يحترمني احترمه، هذه واجب علي اكيد. ولو أنت تشوف ظفرتيك، ها ما اديتش نشوف ظفرتيك. هاو تقبشي، تولي تقبشي يا رجل. سويت الحنة. مبروك، الله يبارك فيك. كاش ما فاهم ولا والو رويدة. غرت منك هذيك نهار شفتك حاطط حنة هون، انا لازم اعمل حنة. لا ما تغاري عني رويدة. قلت بجمعة حاط حنة لازم انا اعمل حنة. لا ما تغاري عني، ما تخافي. جيب ايدك اعمل لك حنة. اودي شديري صفاحة يا رويدة، شديري يرحم بابك صفاحة. بجمعة عسل، تعال نلعب اخر جولة. سمعتي ولا ما سمعتي رويدة؟ ان شاء الله. انا شوفي، انا والله ما نحب دنيا بدون مشاكل. انا نحب نعيشها، نحب الدنيا هذه نعيشها بدون مشاكل.